السلام عليكم. بودكاست جديد إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. موضوع اليوم هو إشكاليات الهضرة قدام الناس، أولا فاش ما كتكونش عندك الشجاعة أنك توقف قدام الناس في شي مناسبة أولا شي مجمع وتهضر بكل ثقة وشجاعة. دونك هذا الموضوع هذا جد مهم بالنسبة ليا، سواء بالنسبة للرجال أو النساء. هنا بغيت نقول لك بأن ديك الشجاعة في أنك توقف وتهضر قدام الناس فهي مهارة ماشي موهبة. ما كنتزادوش بها، تقدر تخدم على راسك وتقدر تكتسبها مع الوقت. دونك هنا غادي نعطيك 3 ديال الاسرار على شكل مراحل: قبل واثناء وبعد. وغادي نبداو قبل. قبل ما تهضر، قبل ما توقف وتهضر قدام الناس، غادي نديرو الخدمه ديال الكواليس. اشنو هي الخدمه ديال الكواليس؟ كيف ما كنعرفوا بان الخوف كيجي غالبا من ناحية الدماغ. الدماغ كيتوقع دائما الفشل. وباش نحيد انا هاد الفكرة من عندي، غادي نحاول ما نحفظش كاع داكشي اللي بغيت نقول مثلا قدام الناس كلمة بكلمة. لان هادشي غادي يخليني نتلف. غادي نحفظ مثلا غير الجملة المهمة او الجملة الاولى باش نبدا الحوار ديالي مزيان، والخلاصة باش نسالي مزيان. نعقل على هاد جوج ديال الاشياء. الوسط اللي كنقصد به اللي هو في الوسط داخل الكلام، فغادي يكون عبارة عن رؤوس أقلام. دونك هنايا غادي ننصحكم انكم تتبعوا قاعده المرآة. شنو هي قاعده المرآة؟ هي انني نوقف قدام المرايه وتهضر مع راسك، وتركز في راسك، في عينيك، تشوف وجهك في المرايه وحركاتك وهضرتك، وتشوف حركة يديك كذلك. هذا الشيء باش كينفعنا هو انه كينقص بعدا من الرهبه ديال مواجهه الجمهور. تاني حاجة أننا نتخيلوا النجاح قبل ما يوقع هذاك النجاح. حنا نتخيلوه. تخيل راسك ساليتي والناس كيصفقوا عليك مثلا وفرحانين. هذا نقدروا نعتبره هو واحد السيناريو إيجابي اللي كيهدأ لك الأعصاب ديالك، وانت كتمرن على الكلام قدام الناس. دونك غادي نجيو هنا المرحلة الموالية، هي أثناء الكلام. أثناء الكلام كيفاش نقدر نسيطر على الموقف. هنا فين كيبان الجهد. نطبق هذه القواعد. اولا لغه الجسد. لغه الجسد كنهضروا على الوقفه ديالنا. مثلا نوقفوا واحد الوقفه اللي يكونوا كتافنا مقادين، رجلينا مقادين. هاد الوقفه كتعطي اشاره للدماغ باللي راك ثابت. العينين، بالنسبه للعينين ما تشوفش في السقف او لا في الارض. تختار مثلا 3 ديال الناس، واحد في اليمين وواحد في الوسط وواحد في اليسار، وغادي توزع عليهم دوك الشوفات ديالك مثلا. اما بالنسبه لحركه اليدين، نخليوهم باينين ومحلولين. اليدين اللي كنربعوهم اولا كنخبيوهم كيعطيو واحد انطباع بانك خايف اولا كتخبي شي حاجه اولا ما عندكش ثقه في النفس. غادي نجيو الصوت والتنفس. هنا كنخدموا على السيطره السمعيه. نحاولوا منين تحس بقلبك بدا كيضرب مثلا او شدتك الخلعه، نحاولوا نديروا التنفس من الكرش ماشي من الصدر. هادشي كيخلي الصوت كيخرج الصوت غليظ وكتكون واثق وما كترعدش اثناء الهضره. وغادي نجيو هنا لواحد النقطه اللي هي مهمه بزاف، هي السكوت الذكي. السكوت الذكي مثلا اذا تلفتي في خلال الهضره، ما تبقاش تفتف ولا تقول ولا ولا. من الافضل اننا نسكتوا واحد السكوت، سكوت قصير كيبين انك واثق وكتخلي الناس يتسناو اشنو غتقول. وغادي نجيو المرحله المواليه، هي التفاعل مع المواقف المحرجه. هذه كتوقع الاغلبيه ديال الناس، فضروري انك تحطوا في بعض المواقف اللي مثلا محرجه، مثلا غلطنا في شي كلمه او شي حاجه مثلا. في هذا الموقف هذا نقدر نقول لكم انك تبتسم وتكمل عادي بحال كأن شيئا لم يكن. الا دوزتيها عادي الناس غينساوها، ولكن الا بقيتي كتعتذر غتكبر القضيه وغتبقاو الناس عاقلين عليها. ومثلا الا سولوك شي سؤال ما عرفتيش، غادي تقول بكل شجاعه سؤال زوين، غادي نبحث فيه ونرد عليكم بالجواب الدقيق. هادشي كيبين باللي راك صادق وماشي غير كتخربق. اما في المناسبات العائليه او الاجتماعيه فهنا كتكون الهضره عفويه، والسر هو الانصات.
فحتى بالنسبه لهاد اللقاءات يعني اللي كتكون عائليه، فكاينين بعض الناس اللي ما كيقدروش يعني كيجيهم الكونتاكت صعيب مع العائله ديالهم، وكنلقاوهم يعني منعزلين او لا يعني جارين راسهم الاتساع، ما كيهضروش ما كيشاركوش في المواضيع. فهنا اول حوار نقدر نبدا به اني نسول الناس اللي تلاقيت بهم في العائله، نسولهم مثلا على احوالهم. فمن هنا كتكون بدايه الموضوع، كنسولهم على احوالهم حتى هما كيجاوبوا بشويه بشويه، وهنا كيكون الحوار متبادل. وهنا غادي يفتح واحد الحوار يعني بالنسبه للمراه كيفاش تفرض الوجود ديالها يعني في الحوار. بالنسبه للمراه فكتحتاج واحد المزيج يعني ما بين الثقه في النفس والذكاء الاجتماعي. وللاسف بزاف ديال المجامع المراه كتقدر تعرض يعني للتهميش او للمقاطعه في الهضره. فباش تفرضي الوجود ديالك عندي لك بضع خطوات عمليه. اولا خصك تخدمي على لغه الجسد القياديه، يعني الحضور كيبدا قبل ما تهضري او قبل ما تحلي فمك. الجسم ديالك كيعطي ميساج للناس اللي قدامك واش يحترموك ويسمعوا لك ويعطوك وقت ولا لا. خذي المساحه ديالك، ما تنكمشيش في يعني في الكرسي او لا تحبري كتافك او لا تجمعيهم. وقفي، يعني كتافك كيجيو واقفين وتجلسي وظهرك مقاد وتكوني مرتاحه في الجلسه. او لا الا كنتي واقفه يعني توقفي بطريقه اللي صحيحه. وهذا الانطباع راه كيعطي يعني القوه قبل ما تواصلي بطريقه شفهيه. ونجي التواصل البصري ثابت، يعني ملي تكوني كتهضري شوفي في العينين ديال الناس اللي معك. الا هبطتي عينيك الارض يعني كيبان باللي راكي متردده او لا مرتبكه. بالنسبه لحركات اليدين يعني تكون رزينه. تستعملي يديك يعني باش تشرحي، ولكن تخلي الحركات قلال وتكون هادئه ومفتوحه. بالنسبه لنبره الصوت وطريقه الكلام، الصوت هو السلاح ديالك. حاولي تخدمي عليه، مثلا تجنبي صوت التساؤل. بزاف ديال العيالات يعني كيطلعوا نبره ديال الصوت في الاخر ديال الجمله، هادشي كيبين قله الثقه. يعني ضروري يكون الصوت نازل في اخر الجمله وثابت باش يعني تبان كانها قرار. بالنسبه للحوار ديالك فضروري ما يكون واضح ويكون فيه شيء من الرزانه. تهضري يعني ببطء شويه. الزربه في الهضره كتعطي اشاره باللي راكي خايفه. خايفه مثلا الوقت يسالي ليك او لا خايفه الناس يقاطعوك. هضري بكل اريحيه، وكأن الوقت كامل ديالك. هنا غادي نقول لك في حالة ما يعني تعرضتي للمقاطعة أثناء الكلام، مثلا كنتي كتهضري وشي حد قاطعك، ما تسكتيش وتنسحبي. هنا كاينة تقنية التكملة الهادئة. غادي تكملي الجملة ديالك بابتسامة خفيفة، وتقولي مثلا للسيد اللي قاطعك غادي تقول له اسمح لي غير نكمل هذه الفكرة ونعطيك الكلمة. او لا غادي ترفعي يدك يعني بوضوح، ديري شي اشاره بسيطه بيدك يعني علامه انك باغا تكملي هضرتك بلا ما تغوتي. القوه في الثبات ماشي في الغوات. كوني مباشره في الافكار ديالك. العيانات احيانا كيميلوا لاستعمال كلمات لطيفيه يعني كتنقص من قيمه الفكره، بحال مثلا بغيت غير نقول او لا يمكن انا غلطه ولكن سمحوا لي. مثلا الحل ما خصناش يعني خصنا نحاولوا نتجاوزوا هاد الجمل اللي كتكون يعني لطيفه اكثر من القياس. مثلا نحيدوا هاد المقدمات ندخلوا ديريكت في الموضوع مباشره. مثلا تقدري تقولي عندي اقتراح بخصوص كذا او كذا او كذا، او لا مثلا بان لي بان هذا الحل هو الافضل. فالخلاصه انك يعني باش تولي يعني متشجع وانت واقف قدام الناس يعني وكتهضر بلا ما تحشم، بدون خوف بدون ارتباك، فخصك تعرف بان الخوف راه ما عمرو كيمشي 100%. راه حتى عند اكبر الخطباء يعني والناس المعروفين واللي عندهم مناصب اللي كبيره فتيبقى الخوف يعني مرافقهم وما كيمشيش 100%. والفرق هو انك كتعلم كيفاش تروض هذاك الخوف وتخدم به للصالح ديالك. وخصك يعني تكون فكر دائما بان الناس راه كيتسناوك تهضر، يعني باغيينك تنجح باش حتى هما يستافدوا من هذاك الحوار او هذيك المناقشه، ماشي باغيينك تفشل. يعني ديما شوف الناس اللي قدامك بانهم اصدقاء ديالك ماشي قضاة. كان هذا هو موضوع بودكاست ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. خليو لي التعاليق ديالكم ونقول لكم في امان الله الى موضوع جديد.